يا ترى ايه اللي بيحرق دهون اكتر، الجري على التريدميل ولا التمشية على التريدميل؟ الفترة اللي فاتت انتشر فيديوهات كتير ان التمشية على التريدميل بتحرق دهون اكتر من الجري على التريدميل. اولا لازم نبقى فاهمين ان في فرق ما بين حرق الدهون وخسارة الدهون، وان جسمك ممكن ياخد طاقة يا اما من الدهون يا اما من الكربوهيدرات، وده بيعتمد على شدة التمرين. يعني لو التمارين عنيفة زي السبرنت او رفع الاوزان التقيلة، جسمك بيحتاج طاقة بسرعة فبيستخدم الكربوهيدرات لانها بتتحلل بسرعة. انما الدهون بتاخد وقت اطول علشان تتحلل وتستخدم كوقود، فغالبا بنستخدمها في التمرين الاخف زي المشي. لكن الموضوع مش بالبساطه دي، لان جسمك ذكي وبيعدل طريقه حرق الدهون والكربوهيدرات على مدار اليوم. فلو انت بتعمل تمارين خفيفه وبتحرق دهون اكتر وقت التمرين، جسمك ممكن يحرق كربوهيدرات اكتر في باقي اليوم. وفي نفس الوقت لو بتعمل تمارين عنيفه وبتحرق كربوهيدرات اكتر، جسمك هيحرق دهون اكتر في باقي الوقت. يعني مهما انت عملت في الاخر، جسمك هو اللي بيحرق بالطريقه اللي تريح. ايوه، يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ الخلاصه ان خساره الدهون بتعتمد ان انت تحرق سعرات حراريه اكتر من اللي انت بتاكلها، سواء التمرين كان خفيف او عنيف، وهو ده النظام المعروف باسم كالوري ديفيسيت. والمهم انك تلاقي نوع التمرين اللي تقدر تستمتع بيه وتقدر تلتزم بيه لمدى طويل. فلو تقدر تجري سبرنت لمده طويله اعملها، ولو تقدر تتمشى لمده اطول اعملها.